السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في شويه كوزينتي. اليوم غنقترح عليكم الكفته مشويه مع البصله. لهذا الغرض هذا ان شاء الله غادي نستعملوا، انا خديت هنايا قياس واحد نص كيلو ديال الكفته. استعملت فيه العطريه اللي كيحتاج كل واحد، البزار، التحميره، السكنجبير، درت الخرقوم، ودرت كذلك شويه القزبر وخلطتهم مع بعضياتهم وقطعت معاهم واحد البصله مشلضه، شلطت واحد البصيله. هنا غنحتاج يعني كل واحد ياخذ القياس ديالو. انا خديت 4 البصلات اللي غادي نقطعهم على شكل شرائح، وغادي ندوز نديرهم في المقله ديالي باش تشوفوا الطريقه اللي غادي نستعمل اليوم ان شاء الله. غادي ناخذ البصله ديالي وغادي نبقى نقطع فيها شرائح دائريه على هذا الشكل هذا. بهذه الطريقه هذه يعني كل واحد ياخذ القياس ديالو اللي غيحتاج على حسب افراد العائله كيف ما كنقولوا ديما. غادي نبقى على هذه الطريقه هذه حتى نكمل شرائح البصل ديالي كاملين، ونعاود نتلاقى معكم من بعد. بعد ما كملت البصله في التقطيع ديالها على شرائح هكا كيف ما كتشوفوا، غادي ندوز دابا نصوب الكفته، نكون منها حتى هي واحد الحرابيل، وعاد باش نشوفوا اشنو غنطيبوا ان شاء الله. كما سبق لي الذكر بان العطريه اللي درت انا في الكفته يعني كل واحد يستعمل على القياس اللي بغا وعلى العطور اللي كيبغي، ماشي ضروري. انا درت حميره، البزار، الخرقوم، السكنجبير، الملحه، درت القزبر حبوب. اللي بغى يستعمل الربيع والمعدنوس يستعملهم. انا استعملت القزبر حبوب يعني عوضته، ودرت معاهم كذلك واحد البصله مشلضه. غادي نكون منهم واحد الحرابيل على هذا الشكل هذا. تقدروا ديروهم دوائر يعني على حسب الشكل اللي بغيتو نتوما. غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى نكمل الكفته ديالي كامله. كيف ما كتشوفوا انا هنايا درت المقله ديالي تسخن، ها هي سخنات. غادي ندير لها شويه الزيت، نضيف واحد الكميه ديال الزيت. اول حاجه غنقوم بها هو انني غادي نشحر هذه الكفته هي الاولى على واحد العافيه مجهده شويه بحال غادي نشويها. نوضع الكفته ديالي في هذه المقله. كيف ما كتشوفوا انا هنايا درتها وجهزت لها العافيه شويه. ممكن من انك انا استعملت هذه الاله هذه، نتوما ممكن انكم تستعملوا اي مقلاه ولا في طاجين ولا فين ما بغيتوا. حتى في الفرن ممكن انكم تستعملوا هذه الطريقه هذه. تدخلوا الكفته هي الاولى شويه السكر عاد باش تفرشوا تحت البصله. غادي نخلي انا الكفته حتى تسحر مزيان ونقلبها على الجهه الاخرى. كندير لها الطريقه هذه باش كتقلب على الجوايه كاملين. الطريقه هذه كتجي الكفته بحال راك شاوياها في الفاخر ولا كتجي مشويه مزيونه. نتمنى انكم تجربوها، كتجي غزاله. ملي كتشد في راسها كنبقاو نقلبوا فيها باش تاخذ نفس اللون كامله. هنا كيكونوا يعني ما غيتقطعوش لينا، صافي راه شدوا في راسهم شويه. هنا كيف ما كتشوفوا الكفته ديالي هي كتبان كتشم فيها ديك ريحه الشوا، ديك ريحه الحراق شويه وداكشي. دابا صافي غادي نحيدها من المقله وغندوز ندير البصله. كيف ما كتشوفوا انا من بعد ما حيدت الكفته من المقله ديالي دابا غادي ندوز ندير البصله. في الاثناء اللي كنوضع البصله في المقلاه خاصني نقص البوطه، ما نخليهاش في نفس الحراره اللي طيبت فيها الكفته، لان الكفته كان خاصني نشويها شويه.
مي البصله خاصها باش طيح لي، وباش طيح خاصها نخف عليها البوطه شويه، ماشي كاع بزاف تطلق الماء، شويه البوطه تكون بينو بين، ما تكونش مرخوفه وما تكونش مجهده. انا في هذه الماكينه هذه كنت مديره الكفته في 5 ودابا غنديرها في 4، يعني كنقص درجه على فاش كانت كيف ما كتشوفوا. انا دابا فرشت البصله، من بعد ما فرشت البصله غنبقى نلوح عليها دابا هاد الكفته هادي. اللي كنا وجدنا قبل دابا غادي نضيفها عليها، نحاول نقادها منها قادم بنفس الطريقه. صافي دابا ما بقى لي غير نجيب الغطا ديالي ونغطي عليهم ونخلي هذيك البصله حتى طيح بهذا الصهد اللي غادي يرجع عليها. كيف ما كتشوفوا بعد ما عرقت لي البصله شويه وحسيت بانها عرقات، دابا غادي نحيد عليها الغطا وغنخليها بحال كتشوى شويه، تشوى وغتشموا فيها شويه طرف الحراق. بالحق راه كيعطيها واحد البنه مزيونه، ماشي تتحرق كاع، تولي شويه محمره بحال هكاك. وصافي نطفيو عليها ونخليوها حتى كطيح راسها ونقدموها ان شاء الله. دابا هنا صافي غادي نمزجهم بحال ما هكا بهاد الطريقه هذه، تخلطوا لي وصافي. ها هو الطاجين ديالنا ديال الكفته والبصله طايب، كيجي كلشي فيه ريحه الشوا. الكفته حتى هيايا ما كنديروش البصله هي والكفته في الاول في الطاجين، لان الكفته بحال غادا تعرق لينا وما غتجيش في هذيك ريحه الشوا. داكشي علاش ما كنديروش من البصله هي الاولى، كنخليوها نشحروها هي الاولى علاش نديرو البصله من بعد. صافي الطاجين ديالنا كيف ما كتشوفوا ها هو يا ساليناه. الطبق ديالي انا اليوم قررت انني نرافقو مع البطاطا مقليه اللي كان سبق لي نقعتها في الخليط ديال الخل والخميره الكيماويه. نتسناو على البطاطا ديالنا ان شاء الله طيب، ونقدموا الطبق ديالنا في قدم تقديم، طبق تقديم عفوا. زوينه هاد قدم التقديم، ما عرفت منين جبتها. في الاخير هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كتجي البصله مشويه والكفته مشويه، كيجيو رائعين فيهم واحد المذاق رائع بحال مدايرين في الشوايه. قدمتهم مع شويه الكفته ومع صلصه الجيريان ومع الموطار. نتمنى ان الطبق ديال اليوم يعجبكم. كنعرف بان الكل كيعرف يدير الكفته ومشويه والبصله مشويه، ولكن كاينين في القناه ديالي الناس البنات المبتدئات اللي كيطلبوا مني طلبوا مني كيفاش كنقدم الاطباق ديالي وكيفاش كنقوم بالطهي ديالهم. انا اليوم قدمت لهم هذا الطبق البسيط. كنتمنى انكم تشاركوا في القناه ديالي اللي ما مشاركينش، وديروا جيم ولايك وتخليوا التعليقات ديالكم وتعاونوني باش نحط لكم المزيد ان شاء الله. وشكرا لكم على التتبع ديالكم قناه هوات كوزينتي.